البطلان الصغيران واليوم الطويل. كانت الأم سلمى موظفة نشيطة. كل صباح كانت تستعد للذهاب إلى عملها وتترك ولديها الحبيبين عادل 7 سنوات وعلاء 9 سنوات في المنزل. كانت تثق بهما وتعرف أنهما أصبحا مسؤولين. تذكرا يا أولادي، الغداء جاهز في الثلاجة، وعليكما أن تذاكرا بعد الأكل مباشرة. أنا سأعود في المساء، قالت سلمى، ثم ودعتهما وخرجت. شعر عادل بالجوع قليلا، وبدأ يتجول في الغرفة. لحظة يا عادل، نادى علاء. أمي، قالت إنه يجب أن نأكل شيئا بسيطا أولا ليكون لدينا طاقة للمذاكرة. هيا بنا إلى المطبخ. قام علاء بإخراج الخبز والجبن، وقام عادل بغسل التفاح. انظر يا عادل، نحن نعتمد على أنفسنا، همس علاء. ولكن تذكر دائما، أبدا أبدا لا نستخدم الفرن أو الغاز أو نولع أي نار في المنزل، هذا خطر كبير. السلامة أولا، وإذا احتجنا لشيء ساخن ننتظر عودة أمي. جهز الولدان ساندويتشات الجبن اللذيذة وتفاحة مقطعة. جلسوا على طاولة المطبخ وأكلوا بهدوء. شعروا بالطاقة والنشاط. هذا أفضل من أي غداء، قال عادل وهو يضحك. بعد أن قام بتنظيف أطباقهما حان وقت المذاكرة. وضع علاء كتبه على الطاولة، وجلس عادل بجانبه مع كتابه المدرسي. المنزل هادئ، مما ساعدهما على التركيز. واجه عادل مشكلة صعبة في واجب الرياضيات. علاء، لا أفهم هذه المسألة. تنهد عادل. ابتسم علاء بهدوء وقال: لا بأس يا أخي الصغير، سأساعدك. الاعتماد على النفس يعني أيضا أن نساعد بعضنا البعض. بعد قضاء ساعة كاملة في الدراسة، أنهى الولدان واجباتهما. قاما بترتيب الكتب والأقلام في أماكنها الصحيحة. لم تترك الأم أي شيء فوضويا بفضلهما. سمع عادل وعلاء صوت مفتاح في الباب. لقد عادت الأم سلمى، ركضا لاستقبالها بحماس كبير وهما يصرخان: مرحبا يا أمي، لقد اعتمدنا على أنفسنا اليوم. ضحكت الأم سلمى وهي ترى بقايا الساندويتشات على الطاولة الصغيرة، والهدوء والترتيب في المنزل، والواجبات المنجزة. أنا فخورة بكما يا أبطال الصغار، أنتما حقا تعتمدان على أنفسكما وتعرفان كيف تحافظان على أمانكما. هذا هو أفضل ترحيب لي بعد العمل.